سلام عليكم، مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. انا جاي اتكلم معاكم يا جماعه عن مشهد شفته وقفني، ما قدرتش اصدق اللي انا شايفه. يا جماعه المشهد ده انا لاحظت انه ابتدى يكتر، فلازم نلحق نقف قدامه لان ده عكس طبيعتنا. كنت راجع من الشغل ولقيت خناقه في ميدان كبير والناس ملمومه وبيصوروا الخناقه، فقلت ايه ده يكون فيلم سينما وانا مش واخد بالي. انزل ابص يمكن الاقي حد من الممثلين ولا حاجه اخد لي معاه سيلفي. ابص الاقي عربيه شروكي نازله منها بنوته، منظرها مثلا في جامعه، وولد نازل من عربيه بي ام وشكله ابن ناس قوي متعلم، واقفين ماسكين في خناق بعضيهم بالهدوم يا جماعه، والبنت بتديله بالبوكس في كتفه والولد بيشدها من شعرها، وشتيمه بقله الادب بقى، والاب والام وحاجات يعني ما ينفعش اقولها في فيديو على الناس. والاغرب من كده ان لقيت الناس واقفين بيصوروهم، كل واحد عايز يلحق ياخد لقطه عشان يشيرها على الفيس ولا على اي حاجه. ايه اللي احنا وصلنا له ده يا جماعه؟ زمان كانوا اهالينا يقولوا لنا عايز تهد راجل سلط عليه واحده ست، عايز تهد واحده ست سلط عليها عيل، لان الراجل مش هيعرف يتصرف مع اي واحده ست. الناس هتلومه تقول ايه يا استاذ انت هتمد ايدك على واحده ست؟ لا، وكمان الست ما كانتش هينفع انها تضرب عيل صغير، هيقول له عيب عليك يا ست هانم، ده قد عيالك هتضربي عيل صغير. فكان هو ده المبدأ وكان هو ده المثل اللي احنا عايشين عليه، فبالتالي ما كانش ينفع تشوف مشهد زي اللي انا بحكي لكم عليه ده. لا، والغريب ان الناس عماله تصورهم، مفيش واحد جات له كده رجوله في نفسه وينزل يحوش بينهم ويقول لهم عيب يا استاذ دي زي اختك ما ينفعش تمد ايدك عليها، ولا يقول لها عيب يا استاذه خلاص حصل خير شوفوا اللي بينكم وصلحوه من غير ما تشتمي، عيب انت واحده ست ما تقفيش تعلي صوتك في الشارع. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا جدعان اهدوا اهدوا. خلاصه القول، احنا شعب طول عمره عنده قيم ومبادئ وعنده امثال وقواعد ماشي عليها في حياته، هي اللي مميزاه عن بقيه الشعوب ومفهماهم قد ايه الحضاره سايبه جوانا نوع من الثقافه المجتمعيه اللي مخليانا عندنا شيء من الرقي في التعامل. ما ينفعش خالص يتقلب المثل وتبقى عايز تسلط ست على راجل تضربه وعيل يضرب ست والجو ده. دلوقتي بقى الراجل بيمد ايده على الست عادي في الشارع، والست بتشتم الراجل عادي في الشارع، وكمان بيجي العيل يشتم الست والست تضربه والناس بتصور. اهدوا وارجعوا للامثال بتاعت زمان، يمكن نلحق نفسينا. السلام عليكم، ناس بالعافيه.